السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ولاء احمد ودي قناتي. ان شاء الله النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا. هتشوي الفراخ بدون فحم وبدون ما تولعي اي شيء وبدون فرن. بس اتبعي الطريقة للاخر وشاهدي الفيديو وادعميني بلايك واشتراك. ما شاء الله احلى فراخ هتغديها وتسويها. تنفع في عزومة، تنفع تاكليها مع مكرونة، مع سلطة طحينة وعيش، حاجة كده من الآخر. وهتدعيلي دعوة حلوة. قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. أول حاجة طبعا معانا البهارات بتاعتنا، وهكتبها لكم على الشاشة. هنزل بيها في بولة كده، ونص فنجان من الزيت، فنجان من بتاع القهوة. طبعا معايا بصلة مبشورة، عليها فلفل سبايسي احمر واخضر، ومعايا معلقة من عصير الطماطم او صلصة موجودة، ويعني 3 معالق من الخل. هدمج المكونات دي كلها كده في بعضها. ما شاء الله ريحتها جميلة جدا. هنزل بقى بالفراخ، اتبلها حته حته كده. شوفوا بالطريقه دي، واحط على الصينيه بتاعتنا. شوفوا الجمال. انا كل ده بحضرها الساعه 6 الصبح. طبعا مش هسويها دلوقتي، هسويها على الظهر كده او اواخر النهار. اهم حاجه تسيبي الفراخ بعد ما تتبليها حوالي ساعتين قبل التسويه، تتشرب كده وبتاخد البهارات بتاعتنا. ما حطيناش بهارات كتير، يعني بهارات عادية، ملح وفلفل اسمر وتوم باودر وبصل باودر ورشة من الكمون وبهارات فراخ. ده اللي كل اللي احنا حطيناه، حاجات صغيرة كده. هجيب الصينية اللي انا هسوي فيها وهرصها كده بالطريقة دي. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينساش يفعل زر الجرس واشترك في القناة ليوصل لكم كل جديد من أكلك أحلى مع ولاء. ودعوة حلوة كده من قلبكم يا حبايبي، وادعموا الفيديو علشان أنزل لكم بوصفات جديدة وسهلة وبسيطة وعلى قد الإيد. ما شاء الله. هحطها بقى في التلاجة لغاية وقت الظهر كده، هحطها 3-4 ساعات. لو انت مستعجلة عليها حطيها ساعتين 2، او سوي على طول هتاخدي نفس النتيجة. كوباية مية كده علشان التسوية بتاعتنا، وهنزل بالجنب كده عشان المنظر الجميل ده ما يروحش عليكي كده وكله يتوه في المية. يلا يا حبايب قلبي، يلا بقى هنسويها بقى. هحطها على نار هادية خالص تستوي براحتها. وبعد ما تستوي لو في عايزة تعملي شوربة، صفي الشوربة دي وهتعملي أحلى شوربة. يعني مش هتقولي بقى هي كده استوت معانا. هندخلها بقى الفرن، العين الشواية، على الشواية عفوا، وهنديها لون. وادي احلى صينية فراخ مشوية وبطعم وريحة الفحم بردك. ولا ولعنا فحم ولا عملنا اي حاجة. هنولع فحماية صغيرة كده وهي بتستوي. كانت الفحماية على العين التانية. وتعالوا بقى نشوف بقى المرحلة التانية، هتشوفوها بعينيكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ادي الفحمة سويتها جامد، ومكعب من الزبدة. مش هقولك زيت، مش هقول لك زيت، حابه تحطي زيت حاجه ترجعي. شوفي الحته الزبده الصغيره دي، شوفي خلت يعني جابت الريحه لاخر الشارع. ما شاء الله. شوفوا الجمال، ريحتها والله والله ما اقولكوش ولا طعمها، حاجه كده روعه. لايك وشير لكل حبايبكم يا قلبي. ما تنسونيش كده دعوه حلوه كده من قلبكم عشان انزل لكم كل جديد. يلا بقى ما شاء الله. شوفوا الفراخ، حاجه كده روعه. حابة تنشفيها بقى على النار، دي حاجة ترجعلك. انا بحب الصوص بتاعها ده تاكليه بعيش او تزوديه حوالي كوب من المية وتعمليه شوربة، حاجة كده ترجعلك. شوفوا الجمال. اللي كان متوفر عندي شبت، فانا قطعته كسرت اللون، وده ما شاء الله ببخرها.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حبايب قلبي شوفوا مستوية ازاي، بوريكم شكلها ما شاء الله، الله أكبر. بألف هنا على قلبكم يا ولادي. وده كان فيديو النهاردة يا حبايب قلبي، واشوف وشكم على خير إن شاء الله. فيديو جديد. كانت معكم ولاء أحمد من أكلك أحلى مع ولاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى متابعين. سلام.